انت كاتش ار بيجي لك موظف عايز يشتغل، هو بيسالك على كل حاجه ما عدا الشغل. هتدوني كام؟ محمد صلاح بيسال على المرتب عشان بس ما يمضيش، ممكن يمضي مع فريق تاني. بيسالك على الاجازات، العاده الرسميه تعملوا فيها ايه؟ تدونا اجازات ولا ما تدوا، ولا كفره ما تعترفوش بربنا؟ هو بينسى حاجه بسيطه جدا، بينسى يسالك الشغل او هو امكانياته ايه او خبرته ايه. هو مش مشكله، هو سال بس اطمن ان في اجازات. طب انت مش طايق تيجي، طب ما تمشي، انت لسه على البر. بعد كل الاسئله دي تحس بقى انت هتنزل ميسي، بينزل ما بيشتغلش وفي الاخر يقول لك المرتب امتى؟ مرتب ايه يا حبيبي؟ انت محقق 30% من التارجت. يعني احنا لو غسيل اموال مش هنديك المرتب. احنا نسينا انت شغال ايه اصلا من كتر ما انت بتسال على مرتب، بس انت وظيفتك ان انت بتسال على مرتب. انت بقى شغال ايه؟ هو وظيفته عندك في الشركه ان هو بيتابع مرتبه. تحس ان هو شغال في البورصه، مرتبه زاد، مرتبه هيزيد امتى، هينزل امتى، بس هو مفيش شغل. تحس ان هو واخد اسهم معاك في الشركه او مش موظف اصلا عندك. يقول لك انا عايز ازيد. طب انت تزيد ليه يا ابني؟ انت عملت حاجه جديده، ما عندناش مشكله نزودها، بس انت في اضافه عملتها مثلا. لا معلش، اسعار غليت عليا، انا مش ابوك، ده مش مصروفك، انا مش بديك مصروفك.